بقول لك ايه، احنا خلاص داخلين على الباب اهو. ماشي اتخلت خلاص. طب دلوقتي عمك اشرف ايه مفاجأة؟ انا عايز اموت. ما هو عمال يقول لي تعالي هاتي اسلام وتعالى انا اعمل لكم مفاجأة. اقول له ايه يا عم اشرف المفاجأة؟ يقول لي مالكيش دعوة بس تعالي دي مفاجأة. اقول لك عليها ازاي ما تبقى مفاجأة؟ ما قدرتيش تخمني ايه هي المفاجأة؟ مش عارفة والله. تعالى بس احنا نخبط ونشوف هي تبقى ايه المفاجأة. مش هو اول المفاجأة. وانا بصراحة عايزة اعرف ايه هي. افتح بقى يا حاج. انا خالته ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ وحشاني. امال فين عم اشرف؟ جوه. عم اشرف فين؟ جوه. طب ايه المفاجأة؟ اعمل لكم مفاجأة بقى ما حصلتش. عايزين نشوف يا عم اشرف. فين عم اشرف؟ جوه عامل لك مفاجأة ما حصلتش. تعالي نشوف ايه المفاجأة. تعالى يا اسلام تعالى خش يا عم اسلام. السلام عليكم. اهلا عم اشرف. ايه ده؟ عم اشرف. لحظة ده انا عامل لك مفاجأة ايه مالهاش هي؟ حل. عايزين نموت ونعرف ايه المفاجأة. كنافة عم اشرف هي اسمها كده. ايه كنافة؟ عم نعرف كنافة اختراع بالمهلبية، جديد. كنافة بالمانجا، اختراع جديد. كنافة- اختراع جديد بس لما تدوقها تشوفيها. كنافة عم اشرف. كنافة عم اشرف. كنافة عم اشرف؟ ده كده بقى بيقلد ياسمين عز بقى كده يا عم اشرف صح؟ في وش الست وصوابع زينب والناس دي. اه ما عشان يعني هي دي بقى الحلويات كنافة- بسمي ستات يعني؟ كنافة عم اشرف. يعني أنا انت مسميها بتخترع كده. طبق باسم أيوة، راجل. بالظبط. على رأي ياسمين عز لما قالت كل الحلويات باسامي ستات يبقى لازم نخترع بس طبق لما باسم راجل. تدوقيها احكمي. احنا هندوق ونحكم هند. هندوق ونحكم. لما تدوقيها نشوف بقى كنافة عم اشرف. ماشي يا جماعة نشوف كنافة عم اشرف. يلا يا عم أشرف. يلا يا عم اشرف. يلا. سيدنا رسول الله. بسم الله. دي كنافة أهم حاجة تكون متلجة قاعدة يومين 3 أيام فين؟ في الفريزر. اشمعنى بقى؟ أيوه عشان تبقى ناعمة. عشان نعرف نفركها حلو يعني تبقى ناعمة. وتبقى ناعمة زي ما انتوا إيه؟ زي ما انتوا شايفين ايوه كده. صح فعلا. شايفين آه. بتتفرك ازاي؟ بصوا اهي كلها آه. ما سيبش حتة سليمة فيها زي ما انتوا شايفين كده. تعالي يا خالته ساعديه عشان تبقى كنافة عم اشرف وخالته نجاة. لا هي بتاعت عم اشرف بس. كنافة عم اشرف انا بس. بسوي وبدوق. لا لا، كده مفيش بقى كنافة خالته نجاة. بصراحه ما فيش حد دقها الا لما شكر فيه. الكنافة بتاعت طبعاً. عم كان اشرف عامل لي بقى انا فظيعة. بقى صينيه خاصه بقى. هو اصلا يا جماعة عم اشرف شيف يعني احنا مسمينه شيف العيلة. بيحب يعمل اكلات كده، يخترع اكلات حلوة. صلي على رسول الله. عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. والسلام. نسمي كده بسم معاذ الله. عمال يعمل دوشة بس يا أهم حاجة تبقى معاذ. إيه؟ تبقى الكنافة دي كده بالمنظر ده تبقى ناعمة ومش عايزين أي حتة خشنة فيها. فعلا بقت ناعمة أوي ما شاء الله. ولو في حته خشنه لازم ايه؟ لازم ننعمها عشان في الاخر تاكلي كنافه ما كلتهاش بره نهائي حتى ولو فين حتى عشان يبقى صدق وسلام. يعني عاملاها كنافة في عيد عند ميلادي. اي حد. كنافه نجاة حكايه. كنافة نجاة. مسميها كنافة نجاة. سمالك واحدة كنا اسمها كنافة نجاة. كانت عاملة ازاي؟ بإيه؟ حكايه بس ما حدش كلها الا انا وهو بس. كنافة نجاة بقى. يعني دي كنافة عم أشرف هو بس اللي هياكلها واحنا مش هناكل منها؟ لا يا ستي. هدوقكم. هدوقك. لا انا جاي اكل. ينفع انا جاي ادوق. احنا حاجة عمالين نقول مفاجأة احنا جايين نشوف ايه المفاجأة. بص بقى هاتها لي هنا كده. تعالى يا اسلام. بصوا مفيش ولا حته بقت بص زي البودره. اهي. ولو في حته بقى زي كده اهي لازم انعمها. ايوه. عشان ما يبقاش فيها حاجه مكتكته. ايوه كلها ناعمة كده. ايوه عشان تبقى في الاخر شكل البسبوسه يعني اللي يشوفها يقول بسبوسه. بسبوسه ناعمة. تبقى شكل البسبوسه. لازم تبقى في اختلاف كنافه عم اشرف عن باقي ايه؟ باقي عن اي الكنافات. كنافات. عن اي كنافه اي تانية. كنافات. مختلف عن باقي الكنانيس. بص بقى كنافات. إيه؟ ما شاء الله بقت رملة كده. بقت أيوة. رملة خالص. ايوه. اهم حاجه تبقى ايه؟ بص مرملة كده يا خالص. عم اشرف. تبقى ناعمه. بص يا اسلام. اه رملة اهي. خالص. عامله زي الدقيق. لا شكل البداية جميلة قوي. شكل البدايه مفاجاه. انا اتحفزت يا عم اشرف. لا بجد مفاجأة حفزتني. هتبقى كنافه بالايه يا عم اشرف؟ انا بحبها بالمهلبيه بس بالقشطه. بالقالب بالقشطه. بالقشطه بس. بالقشطه. ولا مانجا ولا اي حاجه يعني. هو على طول كان بيعملها مره بالمانجا مره بالبلح. ومره بالبلح.
بس انا بحبها بالقشطه، بتبقى سكرها هادي. بس بعد المرحله اللي بعد كده هعمل بقى القشطه اللي هي ايه طلباها دلوقتي. طب نروح نشوف القشطه. نروح نشوف القشطه. دلوقتي هي بتتعمل باي سمنه او اي زبده. انا بحبها بايه؟ بالسمنه البلدي. كنافه عم اشرف لازم تبقى بالسمنه البلدي. صح. ادي السمنه، كوبايه سمنه بلدي، كوبايه الا حاجه بسيطه زيت من انضف الزيت. زيت يبقى رايق يعني، ما يبقاش غامق. عليها كده تضيفوا عليها ونقوم حاطينها على نار هاديه جدا جدا جدا. يعني السمنه مقدار كوبايه كبيره. ايوه. والزيت يعني نص كوبايه مثلا نص كوبايه. بس انا يفضل تبقى سمنه بلدي ونحطه على نار هاديه. نار هاديه عشان تسيح براحتها بالظبط مع بعض. بالظبط. وده الشربات بتاع وده الشربات بتاع الكنافه. لازم الشربات يبقى بيغلي كده عشان ينزل على الكنافه سخن، صح يا عم اشرف؟ بالظبط. هنشوف يا جماعه الاختراع ده اختراع يا كوتش. ولسه السكر المطحون بتستخدمها بسكر بودره، ما ينفعش سكر عادي يعني؟ لا سكر بودره. سكر بودره هنحطه على ايه؟ السكر بودره. قد ايه سكر بودره يا عم اشرف؟ هو حسب يعني حسب الرغبه. عشان ما تبقاش مسكره قوي، لان كده كده نحط شربات. بالظبط حسب الرغبه. ماشي. دي سكر ايه؟ بودره. هنحطها على كنافه وهي ايه؟ وهي لسه نايه وهي ناعمه. هنقلب السمنه اللي احنا حاطينها على نار ايه؟ نار هاديه. بسم الله بسم الله. اتعلم يا اسلام، اتعلم عشان تبقى تعملها لي، عشان اسميها كنافه اسلام انا كمان. ايوه يا غياره يا غياره. لا تعمل صينيه. عم اشرف عمل لخالتي صينيه قال سماها صينيه نجاة، تبقى انت تعمل لي صينيه سماها صينيه هند. غياره غياره يا غياره. شكل كده يا عم اشرف. غير من خالتي اهو. قول له ينفع كده يا عم اشرف، هتنططها عليا. لا بس انت بقى ما تسمينيش كنافه هند، يعني انت اعمل لي صنف حلويات تاني. خلاص دي سمت كنافه عم اشرف. صح هتحرقها. انت اعمل لي صنف حلويات تاني. هاتي بقى كنافه اسلام. لا مش كنافه، اعمل صنف يا بسبوسه سميها بسبوسه هند. هاتي البتاع اللي هي الكنافه. ياسمين عز دي هتعمل لنا مشاكل مع الرجاله وتغير الحلويات علينا. دي السكر البودره على الكنافه اللي احنا نعمناها. ماشي يابا؟ ماشي. بس كده ما بتبقاش مسكره يا عم اشرف؟ لا ما انا بقول لك كل السكر ده حسب ايه؟ الرغبه. حسب الرغبه. هندخل السكر فين؟ مع الكنافه الناعمه اللي احنا نعمناها. ولازم يبقى سكر بودره يا جماعه مطحون. ولازم يبقى سكر بودره. هنقوم بقى برضه بعد كده. ودي دي السمنه على الزيت صح؟ السمنه احنا عملناها من شويه اللي هي السمنه البلدي على الزيت اللي هو انضف زيت. اخش جنبه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حسب علشان سخن. سخن يا معلم. انا المساعده بتاعته يا جماعه. الشيف والشيف المساعد. انا المساعده بتاعته. وانا الذواقه، انا اللي هتذوق. وانا معاك. بدبس في المواعين كلها. هنعمل هنخلي هند تساعدك بقى. السمنه لازم الكنافه تشرب السمنه كلها. صح. في حته سمنه ادعكها. لا ده عيال بره. الظاهر الشعب جوه. كنت شامم الريح. الشعب بره بينادي بكنافه عم اشرف يا جماعه في الشارع. السمنه يا جدعان مخليه طعمها ريحتها ايه؟ الريحه حلوه قوي. الريحه السمنه البلدي. انا الريحه واصله لي هنا من ورا الكاميرا يا عم اشرف. والله فعلا. استحاله تلاقي حد خادمها بالسمنه البلدي. السمنه الزبده البلدي. لا حقك يا عم اشرف كده تسميها كنافه عم اشرف. ايوه. صح ولا غلط؟ ايوه. اعملوا الطريقه زي ما هو عاملها كده بالظبط وجربوا. بس سموها كنافه عم اشرف. اكتبوا لي انا في الكومنتات ايه الاخبار. كنافه عم اشرف عجبتكم ولا لا؟ صدقوني مش هتندموا. احنا نفتح لك محل بعد كده. ماشي. هنفتح محل. نفتح محل في وسط البلد. انا سمك. وهو حلويات. عايزه اقول لكم خالتي احلى شيف سمك.
كل انواع الاسماك تعملها بطريقه مختلفه. هعمل لكم فيديو تاني ماشي. لما انتوا عايزين تشوفوا فيديو باسماك خالتي. اسمك خالتي حلو. فيديو اسماك خالتي. مهلبيه يا حضرات مع اللبن البارد. قد ايه لبن؟ يعني نص كيلو لبن. نص كيلو لبن بارد ساقع. مع النشا. قد ايه نشا؟ كيس اهو. كيس او يعني بمقدار 3 معالق. انا دايما بحطه كله كيس صغير، بس دايما اهو لازم ايه امشي معاه ايه علشان ما يبقاش فيه تكتلات للنشا. اللي هو خطوه بخطوه. ايوه على البارد. ماشي. ارجع بعد كده احطها فين؟ على النار. اهم حاجه برضو النار تبقى ايه؟ هاديه. تبقى هاديه. على نار هاديه وامشي معاها خطوه بخطوه وواحده واحده وما استعجلش. ونصلي على رسول الله كده ونقول بسم الله عشان كل حاجه كده فيها الصلاه على الحبيب بتبقى ايه؟ تطلع جميله. طب بص افضل ايه اقلب فيه كده، اقلب فيه زي ما انا وريتك من بس شوية. حاسين ان هو تقل شويه. ايوه ما هو لازم ياخد قوام. اقلب فيه على الهادي. ورينا كده بقوام يا عم اشرف. اهي تقل. مفيش حبايه. بص مفيش ايه؟ مفيش حبايه. مفيش تكتلات خالص نهائي. هو اهم من الشغل ضبط الشغل. نطلع بقى ايه؟ نعمل بقى الوش الكنافه بتاعنا هناك ونضيف عليه الايه؟ نضيف عليه القشطه. يلا بينا. ادهن صينيه سمنه. هنا بسمنه بلدي برضه لازم تبقى سمنه ايه؟ اهم من الشغل يا جماعه تظبيط الشغل. هو ده تظبيط الشغل. هو ده تظبيط الشغل. بص حضرتك بسم الله بسم الله. دي بقى ايه؟ نعمل بقى ايه؟ بسم الله. الكنافه بقى. بسم الله. هنا الشيف طبعا بيعمل الكنافه ومساعد الشيف جوه بيسخن له الفرن عشان يبقى سخن. بسم الله. اهو نعمل اول ايه؟ اول طبقه. اول طبقه ايه؟ نقوم ندي لها ايه؟ قرصه كده. تكبيسه نكبسها. ايوه كبسه كده. ايوه نكبسها عشان ما تبقاش فكه من بعضها. ايوه عشان لما اجي اقلبها تطلع ايه؟ كتله واحده. لو في بقى حاجه باينه زي كده اقوم ايه مطعمها بايه؟ بسنه كمان. اهي كده اديت الايه؟ زي ما كده انتم شايفين. كبست قوي. نيجي الوش الايه؟ الجميل ده اللي هو الايه؟ المهلبيه القشطه. المهلبيه. دي اسمها القشطه الكدابه. ايوه. هو يفضل ان انا انزلها بالمنظر ده واسيبها. بصوا ما بتبقاش القشطه ما بتبقاش ماسكه قوي، لازم تبقى سايله. بسم الله. دي كتير يا عم اشرف اهو. اظبط الدنيا كده كده. ما بنوديش الاحراف. ما بنوديش القشطه عند الحرف قوي عشان ما تبوظش من الجناب. نحاول بقدر الامكان نخليها في يعني قبل الحرف بشويه. بالظبط. ولازم هات اللي هنا دول. ولازم اسيبها شويه تمسك؟ تبرد عشان تعمل طبقه. تعمل وش. تعمل وش. ايوه انا ما اعرفش المعلومه دي. دي معلومه بقى ايه؟ دي بتاعت معلومه عم اشرف. صح. التركه بتاعت عم اشرف. دي دي التكايه بتاعت كنافه عم اشرف. الكنافه بقى عليها كده هتزروت. هتبقى معجنه كده. هي دي التكه بقى. ركزوا. تحت المروحه. مسكناها تحت المروحه شويه. بقت بالايه؟ بقت عملت وش، عملت طبقه. بصوا شايفين ما بتتحركش بس هي برضو مش ناشفه. بصوا هي طريه بس هي يعني عملت وش عشان ما يلزقش في الكنافه ويتعجن فيها من فوق.
التكه دي بتاعت مين؟ تكة عمو اشرف. عمو اشرف. ايوه تكات عمو اشرف. ايوه. نيجي ايه ننزل بايه؟ بالكنافة التانية. بالوش الداخلي. بصي ننزل اهو، مفيش اي مشكله اهو. ده بتاع اللبن بينادي عشان ياخد حته من كنافه عمو اشرف. احنا جايبين القشطه دي من عنده. عشان كده عمال يرن الجرس عايز كنافه. اهي لما اجي افرد كده بفرد وانا مطمن. عشان ايه؟ عشان الوش القشطه ايه؟ سليم. ولا مش سليم؟ ايوه لا بيفرد براحته هو عشان الجزء طب لو مش سليم بقى؟ كانت بقى كلها عجينه، الله كانت ينور. كلها في بعض، الله ينور عليك. مش هتبقى طبقات. شفت التكات بتاعت مين؟ تكات عمو اشرف. اشرف. يا تكتك يا حركاتك. هات لي. ماشي. انا عايز معلقه. ايوه اعمل لك. اهو اهي. الحراف دي بقى اللي هو بيلمها كده الحرف بالمعلقه. دي اقوم عاملها ضحرف دول انت بتقعد تلمها كده صح؟ أيوة. عشان ما تلزقش من الجنب، ايوه اهو. عشان ما يجي يقلبها. عشان لما اجي تقلب. عمو اشرف لما بيجي يعمل اكل او حاجه او اختراع أنا جديد مركز في لازم الحاجة. بيركز في ادق التفاصيل أنا- عشان تطلع الحاجه مظبوطه. بالظبط. لان لسه زي ما بقولك من شويه حاجه بتحبيها هتعمليها ايه؟ بحب كده. واهم حاجه الحب. اخلعي. ايوه كله بالحب يا عم. ده صوت خالته يا جماعه. ايوه حطها فين ده؟ بقول لك ايه، الشكل لوحده بتتاكل نيه تاكل ناي. حطها فين ده؟ والريحه حطها اصلا فين؟ يعني ريحه السمنه البلدي يلا فايحه. يلا نروح نجرب. حطها. عمو هنحط اشرف في بص على الفرن. الكاميرا وانت الشبكة اللي فوق. بتدخلها. عمو اشرف بص على الكاميرا الشبكه وانت اللي فين؟ الشبكه اللي فوق. أهي. بسم الله. سيبها مقدار نص ساعه ونبص عليها. بقى ايوه ورينا بقى التاني. بسم الله. يا روايحك يا الله. روايحك. الله الله بسم الله الله. الله بسم الله. لا ما ايوه شاء الله بقت ذهبي ذهبي. هو ده سميني هو ليه؟ ده. ريحتها. بصوا يا جماعه اصلا الشكل عامل زي ولا بسبوسه. الصينيه دي بتاعتنا كنافه عمو اشرف. الله ينور عم اشرف. تسلم ايدك يا عمو اشرف. يلا إيه بقى الجمال حطها على ده؟ الصينيه دي ويلا بينا يا اسلام. احنا داخلين على طمع. ننزل بقى بالشربات. ستوب ثانيه واحده. يلا ابني. ننزل بالشربات. هوبا الشربات اللي احنا عملناها. شايفين الشربات بيبقى تقيل ازاي؟ الشراب بيبقى تقيل ها؟ واحنا اتفقنا ان اي حاجه حسب الرغبه. من الريحه جوعتني. سخنه. طبعا انت مستعجلها ها؟ هناكلها امتى؟ بسم الله. انت مش شفتيها؟ كفايه عليكي كده بقى. مفيش الكلام ده. الصينيه دي بتاعتنا. يا اشرف ولا انت مش هو مش عاملين المفاجأة دي لينا؟ صورتي الفيديو. هو مش عارف هو مش عامل عاملهم. عمال يقول لي تعالى اعمل لك مفاجاه اعمل لك مفاجاه. انت صورتي وخدت هو الفيديو. مفاجاه عشان اشوفه بس ولا عشان اشوفه واكل؟ انت عليك الفيديو واحنا ناكل الكنافه. احلى كنافه عم اشرف. اوه بص المنظر يا جماعه ايه ده؟ الفيديو واحنا ناكل الكنافه. بقول لك يا عم تسلم ايدك اشرف يا عم اشرف. حاجه فاخر من الاخر يا عم اشرف. خلاص كده بعد كده الكنافه اسمها كنافه عم اشرف. هي صورت وهتمشي مش هتدوب. مفيش الكلام ده يا حبيبتي. مفيش الكلام ده والله جنب إيه؟ امي. دي خالتي هي الله. اللي بتقول كده. الله امك تيجي تاكل. ولا الريحه يا ولا روايحك. الريحه يا عم اشرف. روايحك يا عم اشرف. الله يا عم اشرف. طب انا مش هاكل. كفايه عليكم الريحه. انت مش شفتي؟ مجوعانا كده كنافه مجوعانا. كده شبعتي. سيبناها تحت المروحه قد ايه يا عم اشرف؟ يعني نص ساعه. لازم تبرد عشان لما تتقطع ما تسحش. نص ساعه. نسمي بسم الله. بسم الله. بص. بسبوسه مش كنافه. عامله زي البسبوسه شايفين؟ مش كنافه. كانت ناعمه خالص. مش
وصورتوا مش انتوا وعملتوا، عايزه ايه تاني؟ كفايه عليكم كده. اسلام ايوه هو ياخد قطعه وخالتي هتاخد والله لا، قطعه. تعالي كده قربي 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 قربي. شايفين؟ بص كمان. شايفين الكريمه من جوه ازاي؟ شايفين؟ طلعها هي كده دي يا عم فعلا، اشرف. هي دي فعلا كنافه عم اشرف. شايفين كنافه عم اشرف؟ شايفه الحته عامله أوه، ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله. بص بص الطعم. اه لا ادوق انا ادوق انا ادوق انا معاك. ايه يا اسلام ايه الاخبار؟ داخلين على طمع، داخلين على طمع، اخبارنا قلنا الطبق بسرعه. داخلين على طمع كده. انا من رايي يا هند ان انت تسيب الكاميرا خالص وتعالي، ما انا هاجي ما انا هاجي. لان بجد الموضوع ثانيه يا اسلام، سيب الطبق اللي في ايدك يا اسلام، اسمع مني. اهو. تعالى قول لي. اشرف اقف اقفل الباب عشان هياخدوا الصينيه ويجروا، هياخدوا الصينيه هياخدوا الصينيه ويجروا، اجروا وراهم. تعالى اجري وراهم يا اشرف. سلام عم اشرف، احلى كنافه عم اشرف واحلى مفاجاه. تسلم ايدك يا عم اشرف. اوعى انت مش خالتي ولا عرفك. تسلم ايدك يا عم اشرف، كنافه زي العسل. قلت لك هياخدوا الصينيه ويجروا، سمعتش كده؟